شوف تركنا الاستراحة فترة كذا والموية طولت في المسبح، صار المسبح فيه لون أسود، وحاولنا نطلعه بالفيري بكلوروكس بالمطهرات بجميع أدوات التنظيف، ما ضبط. وكلمت شركة حق تنظيف المسابح وقالوا لي لازم تعطيه وجه أي بوكسي، يعني حق العزل، من العزل هذا لون أزرق، يعني شغلة تغطي السواد بس باللون الأزرق. شوف كيف السواد. لكن مريت محل المسابح وقال لي نسوي لك اياه ب2000 ريال. قلت يا أخي ليش 2000 ريال؟ يعني دهان هو ترى. المهم دقروا ورحت لمحل حق المسابح، أخذت منهم هذا، وشفت محل المسابح وأخذت من عندهم البرميل هذا اللي هو حمض الهيدروكلوريك الأسيد. هذا قالوا لي ينظف لك المكان 100%، يرجع مثل الجديد. وشوفوا جربنا هنا مكان بسيط منه، شوفوا كيف رجع كأنه جديد. هذا بس حاجة بسيطة منه، تركناه دقيقتين وضبط. إن شاء الله عاد نكلم الحارس بكرة إن شاء الله يبدأ ينظف فيه، وإن شاء الله نوافيكم بالصور بعد الانتهاء منه مباشرة. فلا تستعجلوا في شركات النظافة وفي الأمور هذه. شوف شكل المسبح الآن، وراح نصوره لكم بعد الانتهاء إن شاء الله. وهذا شكل المسبح بعد ما نظفناه، رجع كأنه جديد ما شاء الله تبارك الله. طبعا الحمض هذا ينفع للبلاط الأسود، للأرضيات السوداء اللي يعني تصعب تطلع يعني بالمنظفات، أبد 100% فيها، كأنه جديد ما شاء الله. يعني بدل 2000 ريال كانوا بياخذوها، ما كلفني الموضوع جالون 140 ريال، ما استخدمت ربع الجالون حتى. ما شاء الله تبارك الله.